الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه ما صنعش خلطة سحرية وقال لك يعني هذه الخلطة السحرية معلبة بمبلغ كذا كذا روح اشتريها من المكان الفلاني. هو فقط نصحك بأكل لا تاكلوش وأكل كله. أفكار معينة اجتهادات خلال 15 سنة من دراسته إنه أتوصل إلى هذا الأشياء المفيدة. يعني يدعوك إلى تاكل أكل نظيف، وفي حاجات احنا مش مختلفين فيها، يعني ما فيهاش هرمونات. يعني مثلا لا تاكلش فراخ او دجاج، تاكلش دجاج. الدجاج ما هو كيف الان مصنع الدجاج يصنعوه. انا اذكر انه زمان قبل يمكن 30 سنه كنت ربي دجاج. معي دجاجه لما كانت بيضة، لما اصبحت انتي يعني كبيره كذا حوالي وزنها كيلو، يعني كم جلست حوالي 6 اشهر. الان الدجاجه 30 يوم 40 يوم قدم مني 2 كيلو. ولما يقول لك انه يعني الخضروات هي ادنى الطعام، ما هو الله عز وجل ذكر بالقران قوم موسى سالوا موسى عليه السلام فقالوا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو ادنى الذي هو خير. ما قال لك كلوا لحمه منها من لحم الاغنام. ما هو الله عز وجل ايش يقول؟ قال الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. يقول لك برضه ببرنامج حق برنامج الطيبات يقول إنه لا تشربش ماء إلا لما أنت عطشان، خفف من شرب الماء. ما هو الله عز وجل قال إيش يقول؟ قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما يدعوك إنك تصوم اثنين وخميس وتصوم من 3 أيام من الشهر، والصيام ما هو سنة نبوية، هو فرض قبلها في شهر معين، ولكن الصيام الأسبوعي والشهري هو سنة نبوية دأب الصالحين والسلف والتابعين، حاجة طيبة جميلة. لما يمنعك من الدقيق الأبيض، الدقيق الأبيض معروف له أضرار كبيرة جدا. يعني الراجل يدعوك إنك تأكل أكل نظيف، قالوا عليه مجنون وإنه في حالة نفسية. يا راجل الحكمة ايش تقول؟ قل خذ الحكمة ونفوها المجانين. اعتبره مجنون عليه رحمة الله. خذ اللي ينفعك يا أخي، مش ضروري يعني كل الكلام يؤخذ ويرد إلا القرآن الكريم أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يعني خذ اللي يناسبك واللي ما يناسبك سيبه اتركه. طبعا برنامج الطيبات اللي نصح فيه الدكتور سأتركه لكم بالتعليقات. السلام عليكم.